شخصية جميلة جدا، نموذج ملتزم بيه في كل حاجة. من احسن الشخصيات اللي انا قابلتها في حياتي. تحس ان واحد منك بيتعامل معاك، مش ولا مدير ولا رئيس في العمل. كان حنون جدا وكان رحيم بينا في الكلام في العتاب. أحسن واحد اشتغلت معاه في هيئة قناة السويس. أستاذ طارق بالنسبة لي أستاذ معلم. تاريخه في قناة السويس تاريخ مشرف جدا. حافظ على تراث هيئة قناة السويس. هو ابن من أبناء الهيئة المخلصين. شخص في منتهى العلم ومنتهى التواضع ومنتهى الأخلاق الراقية. تلك آيات الكتاب المبين. في بيت يرتل فيه الشيخ حسنين بصوت ملائكي آيات الذكر الحكيم، ولد طارق حسنين في 4 أغسطس عام 1965 بمدينة الإسماعيلية. رباه والده على الفضيلة والتقوى. كان أبو الأستاذ طارق حسنين الشيخ حسنين خطيب وإمام مسجد بدر، وهذا الاسم اللي كان لامع جدا الله يرحمه ويحسن إليه. لما الواحد ما بيشوف طارق بيفتكر الحاج حسنين على طول. اتكلم عن أسرته وعن والده وعن حياته الشخصية، عطوف رؤوف بأهله. على ضفاف قناة السويس تشكل وجدان طارق حسنين، وارتبط قلبه بالقناة وتاريخها مثلما يرتبط الماء بضفتيه. وفي عام 1987 تخرج حسنين في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وعمل معلما بإحدى مدارس الإسماعيلية. الطالب في الزقازيق عندما تعرف بزوجته حبوا يرتبطوا ببعض، ففرض عليه أن يكون مجتهدا صلبا عشان يثبت لزوجته أنه يستحقها. في الأول من يناير عام 1990 عين مترجما بقسم العلاقات العامة بهيئة قناة السويس، ثم انضم للعمل بمكتب الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس الأسبق رحمه الله، ثم التحق للعمل بمكتب الصحافة والإعلام التابع لقسم العلاقات العامة آنذاك. كان بيجيد بشكل كبير من أول يوم هو دخل فيه الهيئة. بدأ يظهر، يعني كان بيفرض نفسه وشخصيته في العمل حتى وهو صغير. كان بيبذل مجهود غير عادي على المستوى الشخصي، وكان بينشر ده على زملائه والعاملين معاه. الراجل احتضننا لما جينا القسم. انا جيت على الاستاذ طارق وتعلمت من الاستاذ طارق، فهو معلمي واستاذي. تمر السنوات ويبزغ نجم طارق حسنين بهدوء، ويتولى رئاسة مكتب الصحافة والإعلام، ويضع منهجا مهنيا وطنيا يعتمد على مد جسر بين القناة والإعلام المحلي والدولي، أساسه فهم عميق لكل زاوية داخل الهيئة وخارجها. طور مكتب الإعلام. مكتب الإعلام ده كان 2-3 اللي فيه يا دوبك، ده عمل مؤسسة دلوقتي. كان إعلام الهيئة إلى حد كبير محدود، طلع بالإعلام للنطاق العالمي. 12% عما كانت عليه في عام 2008، وانخفاض حركة التجارة المنقولة. هو اللي بيجهز الخبر وبيعده، وهو اللي كان بيختار الصور. كانت الأخبار بتحصل بالوقت، بعد منها بدقيقة بتوصل لقناة الأنباء العالمية. وكان الجميع بيشيد بكفاءته في العمل وحيويته وتسهيله للأمور. أنا تشرفت فعلا بالتعامل مع الأستاذ طارق حسنين، هو من أفضل من تعاملت معهم على مستوى المهني يمكن في حياتي كلها. كنا على طول بنكلمه في التليفون، النهارده عدى كام سفينة، وكان يملينا الأرقام يبعت لنا. كنا على طول في علاقة وثيقة كده مع قناة يومية. الحقيقة عمل دعاية عظيمة جدا خلال فترة الفريق فاضل. لما كان بينزل بس مخصوصة كده بس عن قناة السويس كلمتين، كنا بنقول يا سلام، أستاذ طارق خلى أخبار قناة السويس تنزل كل الوسائل الإعلام العالمية والمصرية. فكان بيبرز إنجازات قناة السويس للعالم.
كان بيعمل دعاية لقناة السويس عشان مراكب ذات الحمولات الكبيرة تعدي. أحدث حسنين نقلة نوعية في إعلام الهيئة، أعد نشرات صحفية جديدة تربط العاملين بنشاط الملاحة وتناقش وتحلل أحداث القناة التاريخية، ولفت الأنظار بتنظيم المؤتمرات الصحفية العالمية وترتيب اللقاءات التلفزيونية. ما كانش عندنا نشرات داخليه، فطارق عمل النشره الداخليه ديت وكانت مهمه جدا بالنسبه لنا. اللي عنده من معلومات مش متواجد عندنا احنا، كثير مما لدي من معلومات انا اخذته من الاستاذ طارق. النشرة الإخبارية اللي كانت بتتوزع على العاملين، شوفوا شكلها كان عامل إيه، شوفوا هو عمل فيها الطفرة إزاي. النشرات التاريخية كان دي ميزة قوي في أستاذ طارق، كان بيربطنا إحنا كصحفيين بالجزء التاريخي. احنا في مشروع التطوير النهائي ده احنا طلعنا إصدارات كانت يعني حاجة وثائقية جميلة جدا. وطنيته الصادقة وثقافته الهائلة وإلمامه بجميع دهاليز الهيئة أهلوه لتولي منصب المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس في 10 يناير عام 2013 ليحمل راية إعلام قناة السويس في وقت كان يمر فيه الوطن بمرحلة استثنائية. والمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من السويس طارق حسنين المسؤول الإعلامي في هيئة قناة السويس. معايا الأستاذ طارق حسنين المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس. بداية التعامل معاه لو هو فاكر كانت منذ عام 2012. ده كان وقت مصر كان بتمر بمرحلة شديدة الحساسية، وطبعا هيئة قناة السويس كانت بتمر أيضا بهذه المرحلة شديدة الحساسية. وطنيته وحبه للمكان، وما كانش في حاجة اسمها انه عنده وقت محدد للشغل، هو دايما في خدمة الشغل 24 ساعة، كان دايما بيعمل ده بمنتهى الحب والإخلاص، ما كانش بيستنى شكر أو تقدير من حد. هو مثال بالفعل للتفاني والإخلاص الشديد جدا في عمله، وأيضا عنده الحس الإعلامي المتميز والفهم لمهنتنا إحنا كإعلاميين ولأهمية هذه المهنة، وبالتالي كان بيذلل لنا كل العوائق والمعوقات وكان بيمدنا بكل المعلومات اللازمة. وانطلق رجل الإعلام الأول يبحث في كل شبر وزاوية، يفتش عن كل ما له قيمة ليعلي من شأن الهيئة وتاريخها. أعاد الحياة لتاريخ كاد أن يفقد، لا أحد ينسى حين شمر ساقيه وغاص في مخازن إدارات الهيئة المختلفة ليحمي تراثها. نفض التراب عن مقتنيات تاريخية مهمة كانت تصارع التلف، أنقذ آلاف الوثائق والمخاطبات الرسمية التي تعود لأيام حفر القناة. حافظ على تراث هيئة قناة السويس، كتب ومنشورات كانت بخط اليد للأسف كانت بتحرق وبتعدم، واصطدم بالمديرين واتصل برئيس الهيئة وصحاه من النوم. كان ليه فضل كبير في انه يحافظ على تراث الهيئة، وكان دايما ما بيخافش من حاجة او ما بيخافش من حد، وكان بيعمل بس اللي هو شايفه صح. فكان بيجمع مقتنيات وخطابات ديليسيبس اللي هي ممكن تلاقيها في المتحف دلوقتي. بابا الله يرحمه كان له علامات مميزة جدا في الهيئة، وكان الأستاذ طارق يعلم مقدار إسهامات من عملوا بهيئة قناة السويس، وبالتالي كان حريص على أن يقوم بأرشفة هذه الأعمال، وطبعا ده بيديني شعور بالفخر كبير جدا. لم يكتفي حسنين بذلك، بل أعاد عرض هذا التاريخ للعالم، وبمجهوده الشخصي أنتج أفلاما وثائقية ترصد تاريخ القناة بحرفية رغم ضعف الإمكانات التقنية والفنية آنذاك. فتحية لهذا الشعب العظيم الذي شق القناة وطورها من أجل الإنسانية ورخائها، وتحية لمن أمموا القناة وأعادوها للسيادة المصرية، وتحية لمن أعادوا لمصر عزتها وكرامتها. وفي 2015 أسس حسنين المركز الإعلامي لقناة السويس، ودعمه بمجموعة من شباب الصحفيين خريجي كلية الإعلام لينضموا إلى كتيبة أخرى من الزملاء المشهود لهم بالكفاءة والتفاني في العمل. حطنا على تراك مظبوط، أنا وزمايلي كل واحد فينا مختلف عن التاني، بس هو أستاذ طارق كان بيعرف يطلع من كل واحد فينا الحاجة المميزة، كان دايما بيبقى فخور بينا وكان بيعرف الناس علينا كأننا أولاده. لما عمل المركز الصحفي أنا كنت معجب بيه جدا، خاصة خلال فترة إنشاء قناة السويس الجديدة. هو كان نجم هذا الحدث. بقى في ازدواج في قناة السويس
والحقيقة هو بالكتب والمراجع والنشرات اللي عملها كانت بتعبر عن قناة السويس. ساب مجموعة كلهم شباب متميزين نهلوا منه. أهم حاجة عملها الشباب الجداد له دور كبير جدا في تأسيسهم وتعليمهم واداهم خبرته اللي عاصرها في قناة السويس. أول ما جيت القسم قال لي لازم يا هلا نبدأ نقرأ عن القناة، اداني كتب بدأت أقرأ فيها عن القناة، اتعلمت منه الحب الشديد والانتماء الشديد للمؤسسة العظيمة. كان بيعلمك كل صغيره وكبيره. بقينا نعمل اخبار، نكتب خبر ويشجعنا ويدعمنا في القصه دي. بيعلم الصغير قبل الكبير، سواء في شغل الصحافه سواء في شغل البرامج، يكبرك قدام القيادات. اتعلمنا منه شغل الصحافه وشغل الميديا، ازاي احنا كروح جماعه كتيم نشتغل مع بعض، يكون في بينا تعاون، يكون في بينا احترام متبادل. كان دايما استاذ طارق بيعرف يجمعنا، قدر يخلينا فعلا نتعامل كعيله واحده، مهما حصل ومهما اختلفنا لازم نفضل مع بعض واسره واحده. بدين له احنا لحد دلوقتي متماسكين بفضل اللي هو زرعه فينا. المسؤوليه اللي هو سابها لنا هي مسؤوليه كبيره، من واجبي وواجب زمايلي ان احنا نحافظ على المكان، ان دايما نكون عند حسن ظنه، نكبر المكان ونحافظ على الحاجه اللي هو بناها. وانا حابه اقول لاستاذ طارق ان احنا امتداد ليه، كلنا هنفضل ايد واحده ان شاء الله. والان آن لنا ان نفخر بهذا الانجاز ونقدمه هديه للعالم اجمع. تدرج حسنين في المناصب الإدارية داخل القناة، حيث أصبح نائبا لمدير إدارة التحركات. الشجرة المثمرة هي التي يقذفها الناس بالحجارة. فهو يعني خد شوية حجارة كويسين برضه، بس ده دليل على أنه هو متميز وأنه هو مثمر. طارق أولا مؤدب ومهذب، هو مش تصادمي مع أي حد، هو كان قادر على أن يخلي كل اللي قدامه يحترمه. معرفتي بالأستاذ طارق حسنين بتزيدني فخر، لأن أنا بعرف أن الهيئة في أيادي أمينة من كوادر بيبذلوا كل العطاء للهيئة وطبعا لمصر. نفسي ان هو يخلص الكتاب اللي كان شغال فيه. اعتقد ان الكتاب ده بعيدا عن اي حاجة هيكون ريفرنس مهم جدا في الهيئة وبره الهيئة، لان فرصة كويسة قوي ان هو يوثق رحلته ويوثق تاريخ قناة السويس كما يجب ان يكون. أستاذ طارق بيجري فينا وفي دمنا وفي عروقنا، وعمر ما في حد في الدنيا هينسى الأستاذ طارق. بعد المسيرة الطويلة دي بصراحة هو يكفيه حب الناس واحترام الكبير والصغير. لو اتكلم على أستاذ طارق وتعلمنا منه ايه، دي حاجة يعني كتب فيها مجلدات. لما بيتعامل معاك انت بتحس ان واحد منك، مش ولا مدير ولا رئيس في العمل، لا بحس هو خايف عليك اكتر من نفسه. ما يحس مثلا في حاجه انسانيه عمليه، اكبر واحد داعم، حتى كان يعمل ممكن يتطلب بنفسه ويقعد على ست فريق وياخد مفعول. كان السبب الرئيسي في توصيل التماسي للفريق معاب، كان يعتبر السبب الرئيسي في تعييني في قسم الصحافه والاعلام. شيماء بنت طارق لم يوصي عليها توصيه واحده في اثناء تعيينها في الهيئه. هو ساعدنا في عقبات، حتى لو اخطانا مثلا كان حنون جدا وكان رحيم بينا في الكلام او في العتاب. الاستاذ طارق ده حكايه كبيره قوي ومكسب كبير لهيئه قناه السويس. واما يذكر اسم الاستاذ طارق في اي مكان له تقدير عظيم عند الناس كلها. يعني مفيش اي كلام يقدر يوفي استاذ طارق حسنين حقه. دايما كان لينا هو والد ومعلم واستاذ واخ كبير، اتعلمنا منه كتير على المستوى الانساني والمهني. انسان بمعنى الكلمه، بيعاملنا بكل ادب واحترام وبذوق، من احسن الشخصيات اللي انا قابلتها في حياتي. كل حاجه حلوه اتعلمناها منه، احسن واحد اشتغلت معاه في هيئه قناه السويس. انت انسان جميل وانسان مش هتتكرر تاني في هيئه قناه السويس، كاخ كبير وكزميل وكصديق وكوالد. ربنا يديه الصحه ويبارك في عمره. استاذ طارق بالنسبه لي استاذ معلم. واحب اقول له ان الحياه ستبدا بعد سن المعاش. الانسان بيتحرر من المسؤوليات، يستمتع بقى بحياته ويستمتع بأبنائه وأحفاده. أنت عملت اللي عليك في هيئة قناة السويس، ودلوقتي بقى هتتجه بقى لأسرتك وأحفادك وحبايبك وتعمل اللي كان نفسك تعمله لو أنت مش موجود في هيئة قناة السويس. بالنيابة عن نفسي وعن زملائي الصحفيين، كل سنة وحضرتك طيب، وإن شاء الله ربنا يوفق حضرتك في الخطوات اللي جاية ويسعدك على قد ما وقفت معانا ودعمتنا. فأنا بقول له إن أنا بحبك وبعزك ومستنيك على ترابيزة الطاولة. ذكراك ذكرى طيبة وربنا يبارك لك في حياتك الجديدة. تحية لشريكة عمره اللي كانت في ظهره،
لأبنائه اللي كانوا في ظهره، وإحنا فخورين بيك جدا، وأكيد أسرتك فخورة بيك جدا. أنا بتمنى للأستاذ طارق كل الصحة والسعادة والنجاح في مستقبلك إن شاء الله، وأنا بشكرك جدا من قلبي، بشكرك على كل اللي اديته لهيئة قناة السويس وكل اللي اديته لنا إحنا كإعلاميين. اليوم بعد 35 عاما من العمل بالهيئة تكللت مسيرته المهنية بالنجاح، بينما هو الآن يبلغ سن التقاعد يجني ثمار إخلاصه وتفانيه، إرثا من فيض حب الناس وبصمات جلية في تطوير إعلام هيئة قناة السويس خلال مسيرة كان عنوانها الحب والعطاء في خدمة القناة.